بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم وأول قصة ملهمة معانا، وقصتنا اخترناها مناسبة لجو الشتاء والبرد اللي احنا فيه. القصة قصة إيمي بوردي. إيمي بوردي بنت بسيطة عاشت حياة عادية في وسط أسرتها في لاس فيغاس، وكانت إيمي دايما بتحلم إنها تلف العالم وتعيش في منطقة كلها تلج، لأن كان هوايتها إن هي تتزحلق على الجليد. دي كانت هوايتها المفضلة، وفعلا اتحقق جزء من حلمها لما كان عندها 18 سنة وخلصت المدرسة الثانوية. سافرت لمنطقة باردة اشتغلت فيها، وكانت في قمة السعادة لما كانت تعيش في مود ان ايديها تبقى متلجة ورجليها وصوتها يترعش من البرد. كانت فعلا بالنسبة لها دي حاجة واو، وكانت بتتزحلق على الجليد من وقت للتاني. وفي يوم وهي راجعة من الشغل حست ان هي سخنة شوية، استأذنت من شغلها ورجعت البيت، وللأسف حالتها اتطورت لدرجة انها دخلت في غيبوبة وقعدت في الانعاش ايام. وكان تشخيص الدكاترة لحالتها التهاب جرثومي خطير. الالتهاب ده قالوا ان احتمال ضعيف جدا بنسبة 2% ان هي تعدي منه وان هي تعيش. مش بس كده، خلال 2.5 شهور استأصلوا لها الكليتين والطحال والساقين، وكمان بقت تسمع بودنها اليمين بس. وقت ما حصل ده كله كان إيمي عندها 19 سنة، يعني كانت في عز شبابها. طبعا بعد كل ده نفسية إيمي بقت أندر زيرو. ما كانتش بتنام الليل من كتر ما هي شايلة هم حاجة واحدة بس. كانت بتفكر وسط كل اللي حصل ده ازاي هتحقق حلمها وهوايتها المفضلة وهي التزحلق على الجليد. خلاص مبقاش فيه رجلين، هتعمل ده ازاي؟ طبعا باباها ومامتها وقفوا جنبها وكانوا يقعدوا معاها ويحاولوا يخففوا عنها ويواسوها، لكن الألم اللي كان جواها كان أكبر من أي كلام، لدرجة إنها قالت: أنا لحظة خروجي من المستشفى حسيت كأني دمية بيجمعوا أجزائها، كأني حاجة متفككة بيركبوا أجزاء كده فوق بعض وخلاص. عدت شهور وإيمي متدمرة نفسيا، قاعدة في أوضتها تبص كده على الرجلين الصناعية وتفضل تعيط لحد ما تروح في النوم. فضلت على الحال ده، وبعدين فكرت: طب خلاص كده إيمي القديمة مفيش فايدة من التفكير فيها، ومفيش قدامي غير إيمي الجديدة. أنا لازم أقبلها وكمان أحبها لأن هي اللي باقية معايا. ابتدت بقى تشوف حاجة إيجابية في المرض بتاعها. خلاص هي شافت كل السلبيات ومفيش نتيجة، لازم بقى تدور على الإيجابية عشان تعرف تكمل حياتها. طيب تتخيلوا الإيجابية اللي لقيتها، أو بمعنى أصح هي ابتكرتها في المرض بتاعها ده إيه؟ فكرت إن الميزة في الأطراف الصناعية دي إنها مش هتتجمد لما هي تحاول تتزحلق على الجليد، وبكده رجليها ممكن كل الشوزات الموجودة في السوق تناسبها وتليق عليها، كل الألوان وكل الأشكال. وبعدين سألت نفسها سؤال، وتقريبا السؤال ده هو اللي غير حياتها ووصلها للي هي وصلت له بعد كده. قالت ايه: لو كانت الحياة كتاب وانا المؤلف بتاعه، ازاي انا كنت هخلي القصة تحصل؟ وابتدت بقى تسيب اوضتها وسريرها وتقوم عشان تحقق الحلم القديم بتاعها، ولبست الاطراف الصناعية وابتدت تجربها في التزحلق على الجليد. بس للأسف لقيتها مش مناسبة ان هي تتزحلق بيها. طيب تفتكروا هي احبطت او قالت لا طبعا، ولا قالت زي ما احنا متعودين كده نقول رضينا بالهم والهم مش راضي بينا؟ لا طبعا، إيمي ما قالتش كده. إيمي عملت بنفسها شوز خاصة بيها تتزحلق بيها على الجليد، هي اللي عملتها وظبطتها بنفسها، وفعلا نفعت. وفي يوم عيد ميلاد إيمي لما كملت 21 سنة، باباها اتبرع لها بكلية كهدية لعيد ميلادها، وده طبعا شجعها أكتر وأكتر وفتح باب كبير قدامها لتحقيق حلمها. سنة 2005 ابتدت إيمي تخرج للحياة بشكل أكبر، وشاركت في تأسيس منظمة للأشخاص ذوي الإعاقة. مش بس كده، دي كانت بتدربهم عشان يشاركوا في الألعاب العالمية. سنة 2011 إيمي كسبت جايزتين: كاس العالم والميدالية الفضية في التزحلق على الجليد.
وأطلقوا عليها لقب أكتر أنثى متكيفة تتزلق على الجليد في العالم. القصة خلصت. أنا طبعا مش هقول احنا نستفيد ايه من القصة ولا ايه الجوانب اللي فيها، أنا هسيب ده ليكم انتوا اللي تحددوا ايه اللي استفدتوه من القصة، ايه الفكرة اللي جات لكم لما سمعتوا القصة، نقدر نتعلم منها ايه، نقدر تفيدنا في ايه في حياتنا. في انتظار تعليقاتكم ورسائلكم. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.